يا سيادة المدير، نعم عايز ايه؟ في ولد صغير كل يوم بيجي يحط 50 جنيه في البنك، احنا خايفين يكون بيسرقهم. طيب دخلهولي المكتب. حاضر يا فندم. نعم يا عمو. انت بتجيب فلوسك اللي بتشيلها عندنا دي منين يا حبيبي؟ براهن الناس وبكسب الرهان. يا سلام، طب راهني كده. اراهنك على 50 جنيه ان انا اقدر اقف على ايد واحدة. ماشي موافق. شفت ايدك بقى على 50 جنيه. لا يا سيدي، حقك تاخدها، امسك. شكرا، باي. ايه ده يا فندم؟ ما اي عيل يعرف يعمل الحركة دي. يعني الواد ده ضحك عليا؟ طب لما يجي بكرة دخلهولي. الولد جه يا فندم، دخلهولي حالا. نعم يا عمو. انت امبارح ضحكت عليا بحركة هبلة، انا عايز ال 50 جنيه بتاعتي. طب بص، هراهنك رهان تاني، لو كسبتني هديك 200 جنيه، لو خسرت مش هاخد منك حاجة. حلو ده، موافق. وهات موظفين البنك يشهدوا على كلامي. هات لي يا ابني الموظفين اللي في البنك. اديني يا سيدي جمعت لك كل موظفين البنك. اراهنك ان هدومك الداخلية لونها ازرق. هاي لا، مش ازرق طبعا. لا ازرق. بقول لك مش ازرق. طيب اثبت واقلع البنطلون وورينا. اهو يا سيدي. شفت؟ مش ازرق. فعلا تكسب الرهان. اتفضل يا عمو. يلا باي. ايه ده، انت خسرت؟ انت مش زعلان؟ ومين قالك يا عمو ان انا خسرت؟ انا راهنت موظفين البنك كل واحد على 2000 جنيه ان اخليك تقلع البنطلون. دكتور طمني، مراتي ولدت؟ هي ولدت بس للاسف ابنك جه من غير ايدين. من غير ايدين؟ يلا الحمد لله. وكمان جه من غير رجلين. كمان الحمد لله. وكمان جه من غير راس وصدر وبطن. امال جه يا دكتور؟ ابنك جه عبارة عن ودان. ابني حبيبي. زعق جامد عشان ما بيسمعش. ايه اللي انت ماسكه ده يا شعبان؟ رشاش يا فندم. غلط، سلاحك ده شرفك. سلاحك ده مراتك، انت ماسك دلوقتي في ايدك مراتك. ماسك ايه يا شعبان؟ مراتي يا فندم. وانت يا عسكري رجب، ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ مرات شعبان يا فندم. خد يا حاج النتيجة بتاعتي اهي. ايه ده يا ولدي؟ ايه ضاد جيم دي؟ دي يعني ضنات جامد يا حاج. وايه مقبول دي؟ يعني ما اترفضتش. ايوه، يعني لما حد يسألني يقول لي ابنك عامل ايه في النتيجة اقول له ايه؟ كلهم ضنايا جامد ما يترفضش. بقول لك ايه يا ام العيال؟ عايز ايه يا سي مصطفى؟ ما تقومي تنيمي العيال يا حبيبه قلبي عشان نقعد مع بعضينا شويه. يا راجل اختشي، عيب عليك. طب استنى كده يا ولاد. نعم يا ماما. اول واحد هينام في الشقة هديله 200 جنيه. 200 جنيه؟ قول لي يا ابني، بتيجي المدرسه راكب ايه؟ بطلب اوبر بالموبايل. طب ولو نسيت الموبايل؟ بركب ميكروباص او الاتوبيس. حلو قوي، خلينا في الاتوبيس. لو ركبت الاتوبيس ولقيت الجو حر جدا بتعمل ايه؟ اكيد هفتح الشباك. حلو قوي، احسب لي بقى نسبه الهواء اللي داخله عليك من الشباك. معرفش. صفر في اعمال السنه يا فاشل، اطلع بره. بقول لك ايه، خلي بالك، الاستاذ ده سالني بتيجي المدرسه بايه، قلت له باجي باوبر. قال لي لو نسيت الموبايل، قلت له باجي بالاتوبيس. قال لي لو الجو حر، قلت له بفتح الشباك. قال لي احسب لي نسبه الهواء اللي جاي عليك من الشباك. قولي لي يا بنت، بتيجي المدرسه ازاي؟ باجي في عربيه بابا. ولو بابا مش فاضي؟ باجي في عربيه ماما. ولو ماما مش فاضيه؟ باخد تاكسي. ولو ما لقيتيش تاكسي؟ بركب الاتوبيس. عظيم. لو الجو حر جدا في الاتوبيس بتعملي ايه؟ بقول للسواق يفتح لي المكيف. لو الاتوبيس ما فيهوش مكيف؟ بقلع الجاكيت. لو لسه الجو حر قوي؟ بقلع القميص. لو لسه حر جدا؟ بقلع البنطلون. لو حر اخر حاجه؟ بص يا مستر، لو الجو بقى نار جهنم انا اقلع ملط ولاقيني افتح الشباك.